من ماذا يعاني رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش؟ حالته الصحية في صلاة التراويح بجوار الملك تشعل مواقع التواصل. مرحبا بكم على أنوار بوست. ضجت وسائل التواصل بعد نقل كاميرات الشركة الوطنية صلاة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش وهو يصلي بجوار العاهل المغربي الملك محمد السادس، والصعوبة التي واجهها في الجلوس للصلاة بين متنمر ومن وجد الأمر جد عادي، على اعتبار أن المساجد فيها حالات كثيرة من هذا القبيل. وفي نفس السياق كتب محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية تحت عنوان بعيدا عن السياسة تدوينة جاء فيها الصعوبة التي وجدها السيد أخنوش خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني لجانب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في الجلسة بين التشهدين، وخلال التشهد ترجع إلى سبب صحي لاختوز أو ما يعرف بتخشب المفاصل، والذي يعانون من هذا المرض قد يتفهمون حالة رئيس الحكومة في صلاة التراويح بالأمس، ولهذا يتعين التمييز بين الحياة الخاصة يعني الحياة الصحية في هذه الحالة لمدير الشأن العام وبين صفته العمومية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.